السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده هنفسر مع بعض المثل الشعبي اللي بيقول ده احنا دافنينه سوا. جرى ايه يا عم؟ ده احنا دافنينه سوا. زمان كان فيه 2 اخوات كانوا فقراء جدا، ما حلتهمش اي حاجه الا حمار كانوا مسمينه ابو صابر. كانوا بيحملوا عليه بضاعتهم وياخدوه ويلفوا بيه بلاد كتيره جدا، وده علشان يبيعوا البضاعه اللي معاهم. وفي يوم من الايام وهم راجعين على بلدهم الحمار فيص منهم ومات. يا خراشي، طبعا ده خراب مستعجل. هما بقى قعدوا يعيطوا عليه ويولولوا جامد جدا، وحفروا له قبر ودفنوه فيه. فكان في قافله معديه، قالوا لهم مين المرحوم؟ فرد عليهم الاخين وقالوا لهم ده ابو صابر اللي كان شايلنا وعمره ما اشتكى منا، وهو اللي مأكلنا وهو اللي مشربنا، وهو كان كل حاجة في حياتنا، ومش هنعرف نعيش من بعده. هنا بقى الناس فكرت ان ابو صابر ده راجل محترم وملو هدومه، وبدأوا يتبرعوا للأخين ووقفوا على قبر ابو صابر يدعوا له بالرحمة. الأخين بقى قالوا ايه؟ حلو قوي كده، احنا بقى هنا هنعمل مقام ونسميه مقام ابو صابر. ومن هنا بقى طبعا احنا ما نتوصاش في الاشاعات. فابو صابر بقى ليه كرامات، وبقى بيفك السحر ويجلب الحبيب، والناس بقت تزوره وتجيله من كل حتة وتحلف برحمته، وبقت تنزل الفلوس والهدايا على الاخين زي الرز. في يوم من الايام اتخانقوا مع بعض على الايراد، فواحد من الاخين قال للتاني والله هقف على قبر ابو صابر وادعي عليك. فاخوه رد عليه وقال له نعم يا اخويا، ده احنا دافنينه سوا. من هنا بقى يتردد المثل الشعبي ده لما يجي 2 عاملين اي حاجة مع بعض، وواحد فيها يعمل كده عبيط وبيستعبط، فالتاني بيرد عليه يقول له نعم يا حبيبي، ده احنا دافنينه سوا. بتمنى يكون المثل النهاردة عجبكم. مع السلامة.